أنا صار علي حادث بتاريخ 14/1/1441. كنت أنا واثنين من أخوياي طالعين برا الرياض، الهجرة برا الرياض، وصار علينا حادث صدمنا لنا جمل. توفى الله يرحمهم، وأنا كتب لي عمر جديد، كانت نسبة الحياة عندي 9%، والحمد لله. ودخلت في غيبوبة وفقد الذاكرة لمدة 4 سنوات تقريبا، إلى تاريخ 28/8/1444. كاني بديت أنبه، أحس بعض الشيء، طلبت المصحف وقرأت في المصحف وختمت المصحف وصحيت، والحمد لله في بداية رمضان قبل 4 شهور والحمد لله. أنا شفت تغير كبير في البلد، ما شاء الله تبارك الرحمن، والحريم يسوقون ما شاء الله تبارك الرحمن، وتغير علي أشياء كثيرة والحمد لله. طبعا جائحة كورونا، يتكلمون لي عن كورونا، عن شيء اسمه كورونا، أنا ما كنت أتخيله ولا أتصوره ولا أستوعبه، لأن شفت أنا المقاطع اللي في الجوالات ومقاطع اليوتيوب والحمد لله. طبعا الحمد لله اللي حفظ لي عيالي. زوجتي قامت وتوظفت يوم صار الحادث، توظفت وقامت على تربية أبنائي من أفضل ما يكون، وقامت عليهم لين أنا رجعت، والحمد لله. يوم أنا أفقت ورجعت، رجعوا لي والحمد لله، اللي جمعت أنا وياهم والحمد لله اللي الله حفظهم لي. طبعا خلال فترة الغيبوبة فقد الذاكرة كنت أصحى أنا في الشهر والشهرين، أصحى 3-4 ساعات وارجع وأغيب، ولكن الحمد لله أنا يوم صحيت ولقيت الحريم يسوقون، ولقيت تطور عمراني في البلد بشكل كبير، وكنت أسمعهم يتحدثون عن رائد فضاء ورائدة فضاء، وأنا ما أدري وش الموضوع. وبعد فترة طلعت عن رائد الفضاء ورائدة الفضاء أنهم طلعوا للفضاء والحمد لله.